اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب، تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين يديك، فإنه لا يضيع عندك حق ولا يخيب لديك رجاء، يا رب الأرض والسماء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل اي فيديو انا بنزله. الناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو تعمل اللايك. النهارده بقى هنعمل صينيه خرشوف، او مش عارفه هو اسمه ايه في البلاد التانية، بس هو عندنا اسمه خرشوف. وهنعمل بطاطس حشو. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. دي صينيه مصريه اصيله. اول حاجه بجيب الخرشوف بتاعي وبنضفه كده من فوق، بشيل الورق بتاعه كده من فوق، وبشيل الشعر اللي بيبقى جواه. وبعدين بجيب البطاطس بقورها زي ما انتوا شايفين كده. لو عندكم بطاطس صغيره تمام، لو ما فيش زي ما انا عملت كده البطاطسايه قسمتها نصين وبقيت اقورها. وبعدين عصقت لحمه على البوتاجاز وعملت صلصه بالثومه، بس حطيت ثوم وشوحته، وبعدين حطيت عليه الصلصه. بدأت الخرشوف بتاعي والبطاطس بدأت اللي انا اقليهم كده في الزيت زي ما شفتوا كده في الاول، عشان يبقى ليهم قوام كده لما يخشوا الفرن ما يتهروش. دي الخطوة دي مهمة، لازم ان انتوا تشوحوهم في الزيت كده يتقلوا البطاطس زي ما شفتوا، والخرشوف نفس النظام. وبعدين بنحطهم كده في الصينية بتاعتنا، وببتدي اخد القلب ده احطه في الارضية، وبعدين ارص عليه الخرشوف والبطاطس. وابتدي بقى احشي كده كله لحمة مفرومة، وابتدي اتك عليه واحط تاني بحيث ان هي تبقى مليانة كلها. واللحمة المفرومة اللي بتتبقى كده بحطها فوق الوش، او بحطها مع البطاطس اللي انا حطاها في الارضية بحيث ان هي تتاكل يعني. وبعد ما خلاص كده حشيت كل الحشوة اللي عندي، هبتدي بقى اجيب الصلصة اللي انا عملتها، هبتدي احط كده منها على الخرشوف من فوق الوش. وبعدين احط بقيتها في الصينيه من تحت زي ما انتم شايفين، باخد كده واحط فوق في كل واحده شويه كده من الصلصه. وانا عاملاها صلصه خفيفه لان لسه هتخش الفرن، البطاطس هتستوى فيها والخرشوف هيستوي فيها، فعشان كده انا بعملها صلصه خفيفه. وممكن كمان نعمل لها بشاميل ونحط على الوش بشاميل وندخلها الفرن. ممكن نحط جبنات، فاللي انتوا حابين تحطوه حطوه. احنا النهارده عاملينها كده بالصلصه عشان هنعمل جنبيها رز، ودي اكله مصريه اصيله. وهي دي كانت اكلتنا بعد ما دخلناها الفرن. بتتسبك وبتبقى كده زي ما انتم شايفين، بيبقى طعمها حلو جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوا الفيديوهات الجايه. مع السلامه.